مساء الخير، عاملين ايه؟ يلا النهارده نعمل حاجه حلوه سهله وبسيطه. لو عندك لفه جلاش هتدخلي المطبخ وتعمليها في 10 دقايق بالظبط. شايفين الجمال يا جماعه؟ وبجد الطعم روعه. مش عشان سهله هنقول طعمها مش هيبقى حلو، لا بجد طعمها خرافي، طعم البقلاوه بالظبط، لكنك شاريها من افخم المحلات. وزوقتها كده، كان عندي قشطه وحطيت شويه فستق من فوق اهو زي ما انتم شايفين، ممكن مع ايس كريم، ممكن مع اي صوص تحبوه. هنبدأ بسم الله. معايا هنا هنعمل السيرب، كوباية من السكر وكوباية الا ربع من المية، ومعايا كمان معلقة من عسل الجلوكوز وعصرة ليمونة. اول حاجة النار بتبقى عالية، بعد كده بوطيها لمدة 3 دقايق. ومعايا هنا صينية بتاعة الكب كيك، ومعايا سمنة سايحة دهنتها كويس قوي بالسمنة، ومعايا لفة جلاش مفرودة، ورجعت تاني لفتها، بس لفتها لفة ضيقة شوية بالشكل دوت، وقطعت الاطراف، سويت الاطراف، ومفروض السكينه تبقى حاميه بس دي ما كانتش حاميه قوي اهو بالشكل ده. وخدت اللفات اللي انا قطعتها، تقطعيها الحجم اللي انت عايزاه، وحطيتها في الصينيه بتاعه الكب كيك. ممكن تعملي في اي صينيه عادي، بس يعني حاولي اللفه ما تفكش بالشكل ده. ودهنتها تاني بالسمنه كويس قوي من الجناب ومن فوق، وخلصت الكميه حطيتها في فرن سخن على درجه حراره 200 من تحت. اول ما اتحمرت فتحت الشوايه، خدت برضو وش من فوق. هنا السيرب اهو سقيتها بالسيرب، كان دافي شويه وهي كانت سخنه زي ما انتوا شايفين كده. تحفه يا جماعه، حطيت عليها قشطه وفستق زي ما انتوا شايفين، وبألف هنا وشفا.